الأهلي يتغلب على الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل لا شيء وينعش أمله في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية. كابتن أحمد أيوب دخل المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي حراسة المرمى، على يمينه باسم علي وعلى شماله حسين السيد. في القلب محمد نجيب ورامي ربيعة، قدامهم اتنين حسام غالي وعمرو السولية، على يمينهم أحمد حمودي وعلى شمالهم كريم نثبت. في القلب عمرو بركات، تحت مهاجم وحيد وليد أزار. دخل النادي الأهلي المباراة مستحوذ، قدر إن هو يفرض أسلوب لعبه عن طريق انطلاقات أحمد حمودي من الناحية اليمين، اللي قدر يكون جبهة مع باسم علي، قدر إن هو يخترق دفاعات الوحدة ويشكل خطورة من الدقيقة الأولى. شفنا حمودي الكور كانت بتتلعب له في ظهر المدافعين عن طريق محمد نجيب ورامي ربيعة اللي عملوا مباراة لحد ما كويسة. كان بينطلق حمودي، بس كان الحاجة اللي كانت بتنقص أحمد حمودي الفينش، اللي كان ممكن يؤدي النادي الأهلي يحرز أهداف بكمية أكتر. مباراة متوسطة من باسم علي، أداء دفاعي وهجومي متوازن. كنا بنشوف باسم علي كان بينطلق في الناحية اليمين وبيستغل وجود أحمد حمودي اللي كان بيقطع معاه وبيدخل ال18، وفي الناحية الدفاعية كان بيرجع باسم علي عشان يغطي المساحة اللي كانت بتبقى موجودة في ظهره، مع أحمد حمودي اللي كنا بنشوفه بينزل لحد الناحية الدفاعية بتاعة النادي الأهلي علشان يساعد باسم علي، على عكس حسين السيد اللي شفناه ينطلق الناحية الشمال، كان بيزيد وبيسيب مساحة أرض فاضية وراه في المنطقة الناحية الشمال. كان بيبقى وراه مراد باتنا، المهاجم بتاع نادي الوحدة الإماراتي، اللي كان بيقدر يلعب في المنطقة دي لوحده. اللهم إلا كام كورة قدر إن هو يرجع حسين السيد يغطي معاه فيهم. كريم ندفد سايب حسين السيد فدان الأرض اللي ورا ده وحده، حسين محروم من المساندة الدفاعية بتاعة كريم ندفد. مباراة ولا أروع من عمرو السولية اللي بيطبق المثال الحرفي، اللاعب البوكس تو بوكس العصري اللي بيقدر يبقى بصير وبينقل كور مع لعيبة تلت الهجوم بتاعت النادي الأهلي في الحالة الهجومية، وفي الحالة الدفاعية بنشوفه بيرتد التلت الدفاعي بتاع النادي الأهلي وبيعمل على إفساد هجمات الفريق المنافس. لو جينا اتكلمنا على حسام غالي، هيفضل حسام غالي القيمة والقامة بتاعت النادي الأهلي بغض النظر عن أي مشاكل بيعملها بره المستطيل الأخضر. حسام غالي لو فايق، لو مزاجه موجود في الملعب، لو عايز يديك كورة هتلاقي لعيب بمواصفات عالمية. شفنا حسام غالي من أكتر اللعيبة اللي مررت كور صحيحة في المباراة. كنا بنشوف غالي كان بينطلق وبيلعب الكور تشيب للمهاجمين اللي قدامه. شفنا أكتر من كورة لوليد أزارو، للأسف وقع في مصيدة التسلل طريقة مستفزة. شفناه ما كانش عارف يربط مع آخر مدافع الوحدة السعودي، الوحدة الإماراتي آسف. واللي ساعده على كده إن ظاهرين الجنب سواء كانوا كريم ندفد أو حمودي كانوا هما كمان بيبقوا متقدمين. كنا بنشوف تسلل على النادي الأهلي 2 و3 لعيبة. عمرو بركات، الكابتن أحمد أيوب حرق عمرو بركات لما خلاه يلعب في المركز 10. كنا بنشوف كل خطورة عمرو بركات لما كان بيلعب على الأطراف. لما كنا بنشوف عمرو بركات الهدف اللي قدر يحرزه كان وجوده في المنطقة بتاعة الناحية اليمين، كانت كرة ركنية من أحمد حمودي، قدر عمرو بركات يلعبها في الزاوية الضيقة لحارس الوحدة الإماراتي عشان يتقدم النادي الأهلي نتيجة الضغط الشوط الأول، وبيخلص الشوط الأول 1-0 النادي الأهلي، عشان يدخل الشوط التاني بنفس استراتيجية اللعب، ضغط عالي على حمل الكرة، أمنع فريق الوحدة الإماراتي من إن هو يبني هجمات، أستغل أحمد حمودي في الانطلاقات بتاعته من الناحية اليمين، لحد ما قرر الكابتن أحمد أيوب إن هو يدفع بإسلام محارب. اللي شوفنا إسلام محارب نازل عايز يثبت نفسه، عايز يقول انا موجود. قدر ان هو يحرز هدف تاني النادي الاهلي. كريم نيدفيد ما جاش الماتش ده، ميدو جابر نزل بيحاول بيجتهد، بس الكوره ما عندها، ما تعرفش اذا كان ميدو جابر فنان النادي الاهلي كبيرة عليه او هو مش قادر يستحمل الضغوط بتاعه جماهير النادي الاهلي اللي موجوده على السوشيال ميديا. فوز مهم النادي الاهلي، بس هنسأل نفسنا سؤال: هل الفوز ده لان النادي الاهلي كان كويس في المباراة، ولا ان مستوى الوحدة الاماراتي ما كانش كويس؟ شفنا نادي الوحدة مستواه أقل من النادي الأهلي فنيا بكتير. المنطقة اللي موجودة هنا ما بين رامي ربيعة ومحمد نجيب تقريبا كانت منعزلة عن تلت الهجوم بتاع النادي الأهلي. كان النادي الأهلي بيلعب في المنطقة دي كلها هنا، والكلام ده هيبان أكتر في المباراة الأخيرة اللي لعبها النادي الأهلي
مع نصر حسين داي الجزائري، اللي هي هتقرب النادي الاهلي وتحدد مصيره اذا كان هيوصل للدور نص النهائي من البطولة العربية او هيخرج. ياريت الكابتن احمد ايوب يدرس نادي نصر حسين داي كويس، لان البطولة دي جماهير النادي الاهلي تنتظرها، المكافآت بتاعتها كويسة، تعتبر من البطولات اللي هي تقدر تخليك تجهز اللعيبه بتاعتك البدلاء، الناس اللي ما بتلعبش، الناس اللي المفروض تاخد فرص. عايزين نشوف عماد متعب، عايزين نشوف الناس اللي هي بقالها كتير على الدكه. فوز مهم من النادي الاهلي، وان شاء الله يقدر ان هو يتغلب على النصر حسين داي. اشوفكم في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.